ساعات ولا 5 ساعات مش عارفين نطلع من الطريق ده. لا، ما كده مفيش حل غير ان احنا لازم نستنى ونتصل بالشرطة، او ممكن اتصل باي حد من صحابي واقول له على المشكلة اللي حصلت. المهم بيتصل، مفيش حد بيرد. التليفون اصلا بيدي ان مفيش شبكة، هما في مكان اكنه معزول عن الارض. طارق بدأ ينهار جدا، والست المعبد بدأت تنهار برضه، وبدأوا هما الاتنين يستسلموا. طارق قال لأ، أنا مش هستسلم، وفضل ماشي على الطريق على رجليه، وقال أنا لازم ألاقي أي حد تاني يقدر إن هو يساعد. فضل ماشي 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 وبيبص وراه، ملقاش عربيته. لقى كائن ضخم له 4 رجول وليه مخالب طويلة جدا، وعيونه حمرا زي الجمر، وبقه مفتوح لحد طارق بسرعة حاول إن هو يجري من الكائن ده، ويجري ويجري لغاية ما يلاقي عربيته. لكن اللي حصل إن الطريق اللي بيودي لعربيته اختفى، وبقى حوالين منه ضباب أسود، رغم إن خلاص إحنا كنا بين الصبح والشمس طلعت. بس بدأ طارق يشم ريحة كريهة جدا. فجأة الموبايل رن. ألو، أيوة يا سيف. أنا بالغلط دخلت الطريق اللي أنت قلت لي عليه وفعلا مش عارف أخرج منه. لكن اتضح إن صاحبه اللي كان رنن عليه ما كانش صاحبه أصلا، وحد بيقول له أنت الضيف الجديد. عدى يوم، 2، 3، وبدأ سيف صاحب طارق إن هو يقلق، وكل أهل طارق بيدوروا عليه، لغاية ما سيف قرر إن هو يعترف وإن هو اللي وداله طريق زي ده. بسرعة كلموا أهله وكلموا الشرطة، وفعلا لقيوا العربية. بس أول ما دخلوا العربية لقوا دم طارق مالي العربية كلها، بس جثة طارق مش موجودة، العربية عبارة عن دم. سيف بدأ يتجنن، مقدرش يستحمل فكرة إن هو اللي ضيع صاحبه بإيديه. سيف قرر إنه هيعمل نفس اللي حصل لطارق بالظبط، هيستنى للساعة 1 بالليل ويدخل الطريق يدور على صاحبه. لكن نفس اللي حصل، الطريق بقى طويل جدا، الضباب بدأ يملى المكان، مهما سيف يمشي بيلاقي إن الطريق عمال يطول 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 لغاية ما بنزين عربيته قرب يخلص. سيف وقف عربيته، وقف جنب العربية وقعد يعيط، وقال خلاص دي النهاية، أنا ضيعت صاحبي وكان لازم ألاقي جسده.